ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليمو تك. النهاردة هنتكلم عن ازاي لو عندك فلاشة بايظة زي دي أو أي نوع فلاشة، تقدر تصلحه بكل بساطة. طبعا أنا معايا الفلاشة دي النهاردة، هي دي الفلاشة اللي احنا المفروض موضوع الفيديو كله عليها. فأنا عندي الفلاشة دي طبعا مجهولة المصدر، هي مش معروفة، على عكس طبعا لما يكون في عندك فلاشة زي كينج ستون أو فلاشة كينج ستون زي دي. فطبعا بيختلف كتير قوي في موضوع الفلاشة. بس anyway احنا عندنا النهارده الفلاشة دي، واي نوع فلاشة نقدر نعمل له صيانة بنفس الطريقة اللي احنا هنبدأ نتعامل فيها في الفلاشة دي النهارده. طيب، الفلاشة دي طبعا انا لو فكيناها اهي، انا مفيش اي ماركة عليها بحيث ان انت تقدر تعرفها. فلاشة فاضية خالص، يعني مفيش عليها اي ماركات، مش معروفة، مجهولة المصدر، وحتى محطوطة في شكل كده يعني غريب. فاحنا بنقدر بكل بساطة ان شاء الله هنقدر نعمل صيانة للفلاشة دي. وهنبدأ ننتقل دلوقتي على الكمبيوتر عشان ابدأ اقول لكم الفلاشة دي ممكن نعمل فيها ايه عشان نصلحها نرجعها تشتغل تاني، وايه المشكلة اصلا اللي بتواجهنا فيها، وهي اللي احنا عندنا على الكمبيوتر مش شايفينها اصلا، ولا شايفين ليها مساحة، ولا عارفين حتى نجيب الفلاشة دي مساحتها كام، ولا عارفين نفرمطها، ولا الفلاشة قبل اي حاجة عندنا. فانا هننتقل دلوقتي على الكمبيوتر وهنبدا اوريكم ازاي نبدا نظبط الفلاشه ونرجع نشغلها مره تانية. تابعوا معايا الخطوات خطوه بخطوه عشان الموضوع مهم جدا وهيوفر عليكم كتير جدا. ازيكم يا جماعه؟ معاكم المهندس احمد من قناه حليمو تك. النهارده هنتكلم عن ازاي نقدر نصلح الفلاشه اللي انا طبعا وريتها لكم في الفيديو، وان احنا نقدر بكل بساطة نعرف ايه مشكلتها. آه، ونقدر الاول اهم حاجة ان احنا نحدد نوع الفلاشة دي. طيب احنا هنحدد نوع الفلاشة دي ازاي؟ احنا هنبدأ ندخل الاول على الموقع ده، هنحمل من عليه البرنامج ده، هننزل تحت خالص كده هنحمل اخر اصدار ده، وناخد بالنا ان هنا في باسورد برضو هنخليه معانا، هناخده كوبي. بعد ما نحمل البرنامج كده اهو، انا طبعا محمله قبل كده، هو برنامج صغير جدا، مساحته بسيطة، بس هو الموقع نفسه اللي الترافيك بتاعه هو اللي مش ألطف حاجة يعني. بعد ما نحمل البرنامج بالشكل ده، هنبدأ ان احنا كليك يمين عليه ونبدأ ان احنا نفك الضغط بتاعه. طبعا هو هنا البرنامج ده بيقرا على انه فيروس، وهو مش فيروس ولا حاجة، هو بس في بعض الملفات بتكون مرتبطة مع ملفات الويندوز، فاحنا كل اللي احنا بنعمله بنديله اجنور. وانا طبعا فاكك الضغط بتاعه قبل كده، فخلاص هو اتفك عندي هنا اهو. طيب انا بديله اجنور، او الافضل ان انا ممكن اوقف الحمايه خالص بتاعه الجهاز بتاعتي، بحيث ان هو ما يفضلش يطلع لي كل شويه الرسائل اللي بيطلعها. طيب انا دلوقتي فتحت البرنامج معايا اهو، مجرد ما هفتحه هيبدا ان هو يقرا لي الفلاشه. انا طبعا مركب الفلاشه، احنا بنبص طبعا بيديني الفلاشه دي يو اس بي 2 ولا يو اس بي 3 والاي دي بتاعها. انا كل ده مش محتاجه، انا محتاج حاجتين فقط، وهو الموديل بتاعها او الاسم، الشركه المصنعه نفسها، والكنترولر بارت نمبر، هو ده اللي انا بحتاجه. بعد ما جبت البيانات دي بكل بساطه هبدا ان انا ادخل على الموقع التاني هنا. طبعا كل المواقع دي انا هسيبها لكم في الديسكربشن. هنبدأ ندخل على الموقع، طبعا هنترجمه لإنجلش مثلا، ونخش على فايلز. من فايلز من هنا هنترجم برضو، وهنبدأ ان احنا نشوف نوع الفلاشة في الانواع دي. عندي دي كلها انواع الموديلات بتاعة الفلاشات، وخصوصا الفلاشات اللي هي مجهولة المصدر، اللي هي زي اللي انا وريتها لكم. طيب هنا عندي قال لي النوع بتاعها اسمها فيرست شيب. هناخد فيرست شيب دي كوبي، وهنعمل كنترول اف، وهنكتب فيرست شيب. هنا ظهر لي اهو الموديل بتاعها، هندخل عليه. بيديني هنا حلول كتيرة قوي بنقدر ان احنا نحل بيها مشكلة الفلاشة. طبعا احنا هنختار مثلا وليكن اللي هو الخيار اللي هو ام بي تولز ده. هنبدأ ندخل عليه، هنترجم، هنحول اللغة عشان ده لغة روسية، ده موقع روسي. فهنبدأ ان احنا ندور على موديل الفلاشة في الموديلات اللي هي دي. طيب
الموديل بتاعنا بتاع الفلاشه بتاعنا كان اللي هو اف سي 1179. هناخد ده كده كوبي ونحط كنترول اف كنترول في. فقال لي هنا ان في عندك موديلات هنا اللي هي ديت. هنبدا ان احنا هندخل على ده الويب سايت ده. فقال لي ان في موديلات هنا اهي. هنبدا ان احنا كنترول اف كنترول في اهو. دي كلها موديلات للبرنامج تقدر ان هي تعمل لي فورمات او تعمل لي استعادة الفلاشة مرة اخرى بكل بساطة. طيب احنا هنبدأ نحمل موديلات. مثلا نبدأ نحمل وليكن الموديل ده. وانا محمل شوية موديلات بس انا برضو للتأكيد في الفيديو ازاي وايه اللي بيتم. هي بس زي ما قلت لكم ترافيك الموقع هو اللي قليل خالص. فاحنا هنبدأ ان احنا نحمل بس الموديل ده ونشوف بعد ما يتم التحميل احنا هنعمل ايه. يعني طبعا هنا الموديلات انا محمل في بعض الموديلات اختصارا لوقت الفيديو انا محملها هنا، وبرضه هنزود عليهم الموديل ده وهنبدأ نشوف. مش شرط خالص يا جماعة ان انا اختار الموديل الاحدث، فهو شرط ان هو يكون يعمل لي كل الاصدارات اللي قبله. يعني مثلا لو معايا فلاشة اصدار 2019 مثلا، مش شرط عشان حملت موديل 2022 او 2020 يبقى انا كده خلاص كل الموديلات هتكون هتتحل بعد كده. لا خالص، احنا بنبدأ نحمل الموديلات ونبدأ نجرب موديل لغاية ما نوصل للموديل اللي هو يحل لي مشكلة فلاشتي. مثلا انا هاجي على ده وهدخل على هعمل هفك الضغط بتاع الموديل. انا كده فكيت الضغط بتاعه اهو. هدخل عليه وهدخل على الملف ده وهشغل الملف اللي هو ده. هنبدأ نشغله. هيبان لي فيه تفاصيل الفلاشة. لو ظهرت تفاصيل الفلاشة هنا يبقى انا كده مش محتاج حاجة وابدأ ان انا اشتغل عليه. طيب هو ظهر لي هنا تفاصيل الفلاشة هنا اهي. ممكن ان انا بكل بساطة هدوس ستارت وهشوف هو ايه اللي هيتم. نستنى عليه لما يخلص. هو بيعمل سكاننج. نستنى عليه لما يخلص خالص. نبدأ ان احنا ننتظر. طبعا لو احنا فتحنا برنامج ما لقيناش موديل الفلاشة بنختار برنامج تاني، مش بنغير البرنامج. طبعا انا منزل كذا اصدار فبتبدأ تختار اصدار تاني وبتشوفه عقبال ما بيخلص وبيبدأ ان هو يقول لك ايه. طيب ادانا اي رسالة ايرور بنبدأ برضو نختار اي برنامج تاني غير البرنامج نفسه. هو دلوقتي برضو بيعمل لي سكاننج تاني. طيب هو احنا بننتظر عليه لغاية ما يبدأ ان هو يديني النتيجة في الاخر. هو بياخد وقت حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. فهننتظر عليه، هنستنى عليه خالص لغاية ما يبدأ ان هو يديني النتيجة النهائية في البرنامج. ودلوقتي خلاص وصلنا لنهاية. بعد ما خلص هو تقريبا قعد في رينج الساعة. دلوقتي هو خلص خلاص. وطالما جاب لنا علامة السي كده يبقى سكسس. طب تعالوا نروح نجرب مثلا نشوف ماي كمبيوتر اللي فعلا الفلاشة اهي فعلا قرت تمام. الفلاشة ما فيهاش اي مشكلة. طيب نجرب ننقل عليها مثلا اي حاجة، مثلا وليكن اي حاجة بسيطة سند تو للفلاشة. الحاجة اتنقلت عادي جدا اهو. طيب نحاول ننقل حاجة تقيلة شوية مثلا على الفلاشة. الفلاشة شغالة وبسرعة والفلاشة تمام جدا. الفلاشة كده زي الفل. انا كده اطمنت. يبقى انا كده الفلاشة خلاص اتعملت بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها. اهم حاجة ان انتوا بعد ما تسيبوه لما تدوسوا ستارت تسيبوه خالص لغاية ما يخلص. هيبدأ يفتح معاكم شوية نوافذ محدش يجي يمتها خالص. اقفلوها عادي جدا. ده اهم حاجة بس ان احنا نتأكد ان كله تمام. يبقى كده احنا عندنا اللي ان شاء الله هسيب لكم المواقع في صندوق الوصف اللي احنا اشتغلنا عليها، اللي هما الموقعين دول. ودول بناء عليه بتبدأ ان انت الاول بتعرف نوع الفلاشة من عندك عن طريق الشيب ده، شيب جينيوس ده. بتبدأ ان انت الاول تعرف نوع الفلاشة عن طريقه الاول اللي هي الفندور بتاعها والبارت اللي هو كنترولر بارت نمبر، عشان تبدأ تعرف تجيب نتائج الفلاشة ونتائج السوفت وير بتاع الفلاشة. اي حد محتاج اي استفسار ممكن يكلمنا عادي على رسائل الصفحة. كان معكم مهندس احمد على قناة حليم وتك. شكرا والى اللقاء.